السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين. طبعا الشتاء بقى داخله علينا جميله اهي زي ما احنا شايفين، والسقعه والتلج. فايه عاوز المحشي. طبعا انا كان عندي 4 خصايات كبار. قمت رحت طبعا خدت القرطه بتاعتهم والورق بتاعهم زي ما احنا شايفين كده، وعملت منهم احلى حله محشي. انا هنا كمان عملته في الطاسه، ما عملتوش في الحله. زي ما احنا شايفين كده، وكان طعمه حلو جدا وطعمه تحفه. يلا بينا نشوف عملنا ايه في الخس اللي معانا. دي الخاص طبعا احنا نضفنا الخاص كده من بره وطلعنا كل الورق اللي هو اصفر مش كويس، يعني دي مش هنستخدمه. وبعد كده قطعنا القرطه زي ما احنا شايفينها. والخاصيه برضو اللي هو الورق بقى اللي هو الكبير ده الطويل فيه العيدان، برضو بنقطعه وبناخده، برضو هنحشيه. ودولت الاربع خاصيات طلعوا لي كميه ورق حلوه يعني كده محترمه. حتى الكبير ده ممكن نقسمه اتنين. وده بقى الورق اللي انا قلت لكم عليه زي ما احنا شايفينه كده. وهنعمل منه احلى محشي. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. الورق الخاص ده طبعا انا بشطفه، بعد كده بنجيب بعد ما بنغلي الميه بحط كده معلقتين كبار من الملح. ما تخافوش، الملح مش هيبقى كتير ولا اي حاجه. ونحط فيه ورق الخاص. يا دوبك ورق الخاص يا دوبك، بس انا بغطسه فيه عشان ما يتهريش. ورق الخاص غير ورق العنب، ما بيستحملش. يا دوبك بس كده بغطسه وقلبته، وبعد كده خلاص بروح مصفياه من الميه. وبرده بشطفه بميه تاني واحطه في مصفى يتصفى عبالة ما انا ايه اعمل الخلطه بتاعه المحشي. ضروري ضروري نشيله بسرعه كده من الميه، ما نسيبوش عشان هيتهري مننا. الورق الخاصه هي بتبقى ضعيفه كده خفيفه. هنجيب بقى في الطاسه، نفس الطاسه اللي احنا هنحشي فيها هي اللي هنعمل فيها خلطه المحشي. وهنجيب بصلايه حلوه كبيره كده وهنحمرها. وبعد ما نحمرها برضو كده في قرن فلفل كده حامي يكون احمر كده حلو وجميل. هنخرطه ونحطه على البصل في الاخر كده. طبعا احنا مش في الاول، في زي بعد ما بتحمر زي ما احنا شايفين كده. هتديها طعم وريحه في منتهى الجمال. وممكن في الصلصه تحطي قرن فلفل اخضر تفرميه مع الصلصه، برضو هتدي طعم وريحه حلوه جدا. بعد كده عملنا شفشق من الطماطم، ضربناها وبعد كده هنحطها على الصلصه ونغطيها لحد ما تتسبك. هنا بعد ما هتتسبك بقى نص تسبيكه، انا بنزل عليها بالبهارات بتاعه المحشي. البهارات ايه بقى؟ عباره عن ايه؟ اول حاجه اللي في الجناب ده كله ده نعناع، ومعلقه صغيره من البصل البودر، ونص معلقه فلفل اسود، ومعلقه صغيره كزبره ناشفه، ومعلقه صغيره مليانه من الكمون. والبصل البودر احنا قلنا معلقه صغيره من البصل البودر. هتديكي احلى ريحه واحلى طعم. ومعلقه صغيره من خلطه المحشي دي بتتجاب جاهزه. بعد ما اتسبكت حطينا بقى ايه الخضره، وبعد كده حطينا الرز وقلبناهم تقليبه حلوه كده. ومعلقه كبيره من النعناع، ما تنسوش معلقه النعناع. معلقه النعناع هتدي ريحه وطعم جمال جدا للمحشي. دولت بقى العيدان اللي بتبقى في الخضره، العيدان اللي هي بتبقى الطويله دي. بعد ما بغسل الخضره وبقطع العيدان بخليها وبحطها كده ايه في في قاع في تحت المحشي كده. بتديها طعم برضو على فكره. ما بحطش طماطم صراحه ولا بصل ولا حاجه. يعني الماء هنا بحط اللي هو زي ما انتم شايفينه كده، العيدان بتاعه الخضره. ورق العنب بحط العيدان بتاعه ورق العنب. في الكرنب بحط العروق. ما بحطش ولا طماطم ولا بصل. انا صراحه بحب يبقى المحشي طعمه منه فيه. وزي ما انتم شايفين كده بنفرد الورقه وبنعملها زي ورقه العنب بالظبط، بنتنيها كده من الجناب ونعملها. بصوا الصباع بيعمل ازاي؟ زي ورق العنب بالظبط. بس طبعا هو طعمه مختلف عن ورق العنب، بس طعمه جميل جدا في منتهى الجمال. انا بوريكم بس كده البنات الحبايبي، علشان انا الفيديوهات دي بنزلها برضو البنات عشان يتعلموا يعملوا الاكل ازاي. هم لما بيحبوا يعملوا الاكل بيرجعوا له الفيديو. هنا بعد الحله ما خلصت وحشينا المحشي كله. حله ايه في الطاسه؟ انا نسيت، انا عملت اهو في الطاسه قلت لكم اللي احنا برضو خدعنا فيها. وحطينا قرنين فلفل رومي كده حلوين هتديهم طعم وريحه كمان. بعد كده دي ميه، انا بعمله بالميه. لو انت عاوزه تعملي بالشوربه حطي. انا بعد الميه ما بتغلي بحط عليها معلقه صغيره برضو من الكزبره الناشفه، ومعلقه صغيره من الكمون، ومعلقه صغيره برضو من البصل البودر، وربع معلقه فلفل اسود، ومعلقه صغيره من الملح. وبنقلبهم كده وبحط حبه زيت علشان تدي لمعه للمحشي ده. اي محشي انا بعمله بعمل الخلطه دي. وبعد كده بعد ما بنسقيه وبنسيبه بعد ما بيغلي، بروح موطيه عليه خالص وبروح مغطياه لحد ما بيستوي. وطبعا احنا ما بنملهو، يعني احنا ايه يعني قبل ما بنغطوش بالميه، لا، قبل اخر صف كده. هنا بعد بقى ما وطينا عليه وتشرب وادوكوا شايفين شكله ولونه. طبعا احنا الاول هناخد اول صباع كده وهنشوفه استوى ولا لا.
لما بيستوي بقى وبتختبريه وبتلاقيه استوى معاكي بتقفلي عليه، وهتاكلي احلى محشي ومش هياخد منك وقت ولا كلفني حاجه خالص. يعني ورق الخاص كده كده احنا بنرميه، فبدل ما نرميه بص عمل لنا حله حلوه ازاي. بالعكس بقى وهتدفينا ومغذي جدا على فكره، ورق الخاص مغذي جدا. بصوا استوى وشكل الرز من جوه. انا بحب المحشي يبقى فيه صلصه كتيره كده، تبقى من جوه كده المحشي، والرز بيبقى احمر كده وشكله حلو. وده بقى بعد ما خلص خالص شوفوا لونه جميل ازاي، ولا خد مننا ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. الشتا طبعا دي عاوزه ايه؟ عاوزه المحشي وعاوزه العدس. النهارده بقى عملنا لكم المحشي، ان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله هنعمل بقى حبه عدس برضو كده حلوين يستاهلوا بقكم. وانا عاوزه بقى اوريكم برضو الصباع عامل ازاي، والصباع ولا فيه بقى رزه من بره ولا اي حاجه، ولا مفكوك ولا اي حاجه. ومش لازم نحط طبق على المحشي ولا اي حاجه خالص، طالما انت لفاه كويس خلاص هو مش هيتفك منك ابدا لحد ما يستوي، مش هيتفك ولا هيجراله اي حاجه. انا ما بحطش خالص اطباق، وانا ما بعمل مع اي نوع محشي بعمله ما بحطش طبق على المحشي قبل ما اغطيه. وما بيتفكش ولا بيحصل له اي حاجه خالص، زي ما احنا شايفينه كده. الصباع بيبقى بصباعه، ويعني ما بيبقاش مفكوك ولا في اي حاجه. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، ومع الف سلامه.